أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم تأملات إنسانية. وزي ما اتفقنا بإذن الله الموسم ده هنتكلم تحت عنوان ضربة حظ، وهنتكلم عن النجاح في الحياة، وهل النجاح في الحياة بالسعي والاجتهاد ولا بالفهلوة وضربة حظ. اسمحوا لي في البداية وقبل أي شيء يعني أجدد التهنئة اللي بدأناها في أول ليلة من ليالي رمضان. أهنيكم بشهر رمضان المعظم، وإن شاء الله يكون شهر خير وبركة على حضراتكم جميعا. وقبل أي شيء أرحب بضيفي الكريم اللي منورنا النهاردة، الدكتور سعد فكار، رئيس المنظمة الدولية للثقافة والفنون. أهلا بسيادتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. نورتنا وشرفتنا، وإن شاء الله تكون حلقة رائعة تليق بمقام سيادتك. إن شاء الله. وأرحب بزميلتنا اللي منورنا في الاستوديو، الزميلة الجميلة أحلام المخزنجي، والزميلة المتألقة هدير الريس، والزميلة اللي انضمت معانا لأول حلقة إسراء إمبابي. إن شاء الله يبقى وشك حلو علينا ووشنا حلو عليك يا إسراء. طيب احنا نبدأ حلقتنا مع الدكتور سعد فكار بالسؤال التقليدي الذي يسأل لأي ضيف يجلس على كرسي الضيف في ضربة حظ: هل النجاح في الحياة بالسعي والاجتهاد ولا بالفهلوة وضربة حظ؟ لا طبعا، عمر السعي ما كان فهلوة ولا ضربة حظ. يعني النجاح دائما اجتهاد. أي نعم ممكن تنجح بالواسطة، ولكن مش نجاح مرضي. تمام. طبعا أنا برحب بحضرتك مرة تانية، وأنا سعيدة جدا إن حضرتك منورنا النهاردة. الله يخليك. وطبعا كلنا عارفين إن الكلمة الحلوة يعني هي أصل كل حاجة، والكلمة القوية والمؤثرة والحقيقية ممكن نبدأ بيها حرب، وممكن نبدأ بيها كمان سلام. والكلمة هي اللي ممكن تتحكم في مصائر الشعوب، عشان كده الكلمة اللي خارجة من القلب بتوصل للقلب. خليني أسألك، إزاي الطبيعة الصعيدية واللهجة الجميلة والتأثر عليك، إزاي بدأت تظهر موهبتك في الشعر؟ طبعا إحنا عارفين إن في شعراء زي عباس محمود العقاد وعبد الرحمن الأبنوزي، يعني شعراء كتير قوي كان لهم التميز في الجزء ده، فحابة أعرف التأثير بيكون إزاي؟ الطبيعة الصعيدية والريف الصعيدي له أثر كبير جدا في تكوين الشاعر وفي نشأة الشاعر، لأنه الشعر من اللي هو الحاجات اللي هو لازم تكون رايق، أو لازم يكون فيه حاجات تساعدك على الإبداع والإلهام. فما فيش طبعا أكتر من الريف، الماء والخضرة والوجه الحسن اللي هو ممكن يساعد الشاعر والمبدع. ولكن الطبيعة الريفية يعني تاخد وقت كبير جدا واحنا هنتكلم فيها. اتفضلي. طيب حابين نرحب بحضرتك مرة تانية ونستفيد بخبرتك أكتر، إن حضرتك تكلمنا عن المنظمة الدولية للفنون والثقافة والفنون. المنظمة الدولية للثقافة والفنون إن شاء الله ولدت عملاقة، هي منطقة وسطية ما بين اتحاد كتاب مصر ما بين وزارة الثقافة. إن شاء الله نتبنى ونسعى إلى عمل ترندات حقيقية، ناس ذات قيمة. الكلمة والثقافة لهم أثر كبير جدا في المجتمع وفي تنقية المجتمع. المجتمع بدون فن وثقافة مجتمع جاف. تمام. فلابد من دور الثقافة والفنون في الارتقاء بالمجتمع. بالنسبة لدورها الفعال مع الكتاب والأدباء والشعراء، دورها الفعال حضرتك، احنا تأسيسنا كان في شهر 2 اللي عدى، لسه بادئين. تمام. ولكن عندنا فعاليات كتير جدا وحاجات كتيرة جدا تهم المثقفين في كافة المجالات. منظمة بكر وليدة، إن شاء الله يبقى وشنا حلو عليكم يا دكتور. طبعا يعني طبعا يا فندم. حابة أرحب بحضرتك مرة تانية، وحابة أعرف إزاي أثرت رحلتك لروسيا في حياتك الشخصية وفي تعاملاتك ونظراتك وتصرفاتك الحياتية. والله رحلة روسيا دي طبعا أنا يعني حرصت على تدوين كافة الرحلة، يعني كافة ظروف الرحلة حرصت على تدوينها، المواقف الحياتية لدرجة ان انا كنت عامل برنامج اسمه يوميات صعيدي في روسيا. تمام. روسيا بلد جميل جدا، بلد يحب المصريين وعلى علاقة بمصر من مئات السنين، تكاملات اقتصادية. الرئيس القيصر بوتين طبعا قيادة عسكرية نفس الرئيس عبد الفتاح السيسي. فيه حزم وفيه قوة وفيه بناء دولة، يعني فيه
ببناء دولة حديثة في روسيا، وزي ما بيقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء مصر الجديدة. روسيا من البلاد اللي هي مش بتعمل مؤامرات على الدول العربية زي باقي الدول، تمام، ولكن بالعكس روسيا ده في توأمة ونشاط اقتصادي وتعاون جميل. طبعا يعني بصي كده، في بلاد اساسا هي يعني تكره المسلمين وتكره التعايش السلمي، ولكن روسيا بلد جميل، بلد مضياف، بلد ديمقراطي يحترم حقوق الانسان ويحترم القوانين الدولية. روسيا يعني كانت لفترة قريبة منتهى الضياع من رؤساء ما كانوش يعملوا لحساب الدولة، ولكن روسيا الآن أصبحت قوة وقوة عظمى تناطح أمريكا وقادرة على فرض كلمتها. طب يا دكتور، يعني أعتقد إلى حد كبير من واقع يعني احتكاكي ببعض الأصدقاء الروس ومن واقع احتكاكي بالمركز الثقافي الروسي في مصر هنا، نعم. أنا يعني وجدت إلى حد كبير في تشابه بين المجتمعات العربية الشرقية وبين الطبيعة الروسية من حيث العادات والتقاليد والحاجات. أكيد حضرتك احتكيت بالكلام ده بشكل كبير. ده فعلا طبعا، يعني أنا حبيت أدون كافة الملاحظات، خاصة طبعا روسيا مشهورة بالجمال، وخاصة يعني جمال النساء في روسيا، جمال غرب، تمام، ولكن الروح ما دام هتغير عليك كده يا دكتور. لا مش القصد، لا، انا المرأة المصرية عندي افضل من المرأة طب من الروسية، اي مرأة في العالم، لانه المرأة المصرية في روح، يعني التاني لا، ده بيعاملك بالورقة والقلم انجليش طبعا، ما فيش يعني انجليزي، لكن الروح تمام. ولكن روسيا كبلد متقدم وبلد حديث وبلد ليه تاريخ كبير جدا، يعني مش انا اللي هتكلم عن تاريخ روسيا، تمام، فالحمد لله. طيب خليني ارجع ليوميات صعيدي في روسيا، عايزه اعرف هل اتنفذ وهو اصلا يعني كانت فكرته ايه كبرنامج ولا عباره عن ايه؟ هو كان في فكره البرنامج يوميات صعيدي في روسيا المقارنه ما بين طبعا مصر وروسيا، وكان في حاجات المفروض نتكلم عنها، كان في حاجات مشتركه ما بين المصري والروسي، حاجات كتير جدا المفروض ان انا ادونها علشان خاطر اتحدث عن الجانب الروسي. وانا ان شاء الله باذن الله يعني كمان شهر 5 رايح روسيا تاني ان شاء الله، ونجيب حاجات جديده ان شاء الله تبقى زياره موفقه. الله يخليك. وكانت اسراء تسال سؤال عن الشعر، بس انا قبل ما اسراء تسال سؤالها، انا عارف ان احنا معانا شاعر قيم، وانا يمكن لما قلت الدكتور سعد فكار رئيس المنظمه الدوليه للثقافه والفنون، ولم اشير الى ان حضرتك شاعر قيم وليك يعني بعض المقطوعات الشعريه اللي انا اعشقها شخصيا. فاحنا نتمنى ان احنا ننهل من بحر شعرك الجميل ده، ونبدا كده ندي قصيده كده تكسر حده الكلام عن روسيا والسياسه. والله يعني انا عامل حاجه عن السلام العالمي، تمام، يعني عامل حاجه عن السلام العالمي، عن التعايش الانساني. ما خلقنا ان احنا نقتل بعض، تمام، ما خلقنا ان احنا نخاصم بعض، كفايه حروب، يعني كفايه دمار. ففي قصيده بتقول في الحياه مفيش مستحيل، يلا نحلم الحلم الجميل، اشوفك تشوفني، اعرفك تعرفني، ولو مظلوم اساعدك، ولو مظلوم تنصفني، يبقى العالم في سلام ويبقى الحلم جميل، ونقول انا وانت دايما في الحياه مفيش مستحيل. محمد والمسيح وموسى في الكتاب قالوا كلام صريح، لو نفهم الخطاب على ايه الناس بتموت، يبقى الكل في جبروت، اشوفك تشوفني، اعرفك تعرفني، ولو مظلوم اساعدك، ولو مظلوم تنصفني، يبقى العالم في سلام ويبقى الحلم جميل، ونقول انا وانت دايما في الحياة مفيش مستحيل. كل الانبياء ارسلها ربنا، قال تحبوا الحياة ليه نقتل بعضنا، على ايه كل الحروب، وده غالب وده مغلوب، ادونا فرصة نحلم ونحقق حلمنا، اشوفك تشوفني، اعرفك تعرفني، ولو مظلوم اساعدك، ولو مظلوم تنصفني، يبقى العالم في سلام
ويبقى الحلم جميل 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 الله وأكثر الله، من يعني رائع. شابوه لحضرتك الله كنت بصراحة. حابه اسالك على حاجه. انت وانت بتكلمني في الاعداد قلت لي ان انت زعلان قوي على اللي بيحدث الفتره دي، وانك حابب تخاطب يعني ضمير العالم، ان انت متعاطف حتى مع طبعاً الضحايا البشريه حضرتك في الجانبين. هي الحرب على غزة هي مسألة ضمير وتقصير في الضمير الإنساني. حضرتك طبعا مصر هي أول دولة ترعى القضية الفلسطينية وتدافع عن القضية الفلسطينية، ولولا مصر كانت القضية الفلسطينية انتهت من زمن الزمن. نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية الحكيمة للعمل في إدارة الملف. احنا كده انتقلنا للقضية الفلسطينية. خرجنا من عايزين نرجع طب للشعر. إسراء كانت عايزة تسأل. احنا طبعا كلنا عارفين ان حضرتك ليك بعض التجارب في الشعر الغنائي، في كتابة الشعر الغنائي. فطبعا كنا عاوزين نعرف ايه رأي حضرتك في الشعر الغنائي المعاصر، وده طبعا بعد انتشار كمان فوضى. الشعر الغنائي اللي في الآن يمر بأزمة مفردات وأزمة ثقافة. تمام. يمر بأزمة. احنا الشعر حاليا تحول من يعني الكلام الشعري زمان كان حلو جدا، والأغاني الآن مفردات اتحولت بقى ايه، بقى سيوف ومطاوي وسنج وحروب بقى. بس ليها جمهورها، بس في ناس بتسمع الاغاني دي. ليها جمهورها، لكن ما انا كاتب حاجات زي دي يعني مش كاتب حاجات زي دي. طبعا. كاتب. لما انت مش قد الكلام بترغي ليه وتقول كلام؟ يا كدابين الزفه ما كفايه وبطلوا شغل الافلام. ملعونه الناس الكدابه، ملعونه الناس اللي بمتوش. فكرنا وجودهم يسعدنا واتاري وجودهم غش في غش. حاجات كتير يعني بنواكب هل فكرت ان انت تحول طيب حاجه من دول لاغنيه او مهرجان؟ دي اغنيه اساسا. لو اتعرض عليك تعمل حاجه زي كده، تتعاون مع حد من الاسماء اللي احنا اغنيه دراميه. ملعونه الناس الكدابه، ملعونه الناس اللي بنتوش. فكرنا وجودهم يسعدنا واتاري وجودهم غش في غش. دي مش مهرجانات. لو اتعرض عليك مهرجانات؟ لا، انا ممكن على فكره اعمل اغنيه مهرجان بس ليها مفردات خاصه يعني. يبقى تناول فكري راقي برضو، بس على الريتم بتاع المهرجانات. داخل السياق يعني. داخل السياق. هنرجع تاني مع حضرتك وخبرتك الكبيره في القضيه الفلسطينيه. القضية الفلسطينية طبعا ايه اخر التطورات اللي وصلت لها؟ طبعا بنشكر الشعب المصري الفاهم الواعي اللي هو عمل مقاطعة تؤثر على المنتجات معذرة الأمريكية. أنا عايز حضرتك كمان تكلمنا عن خسائر الجيش الإسرائيلي من الاجتياح البري، لأن دي نقطة مهمة جدا. الخسائر المادية فقط تصل إلى أكثر من 60 مليار دولار. ال60 مليار دولار دي لو استخدمت في الخير كانت هتعمل طفرة في العالم كله. لو استخدمت في الثقافة، لو استخدمت في أي مجال خيري كانت هتعمل طفرة. طبعا بنشكر طبعا نادي الزمالك اللي هو رفض انه يتعامل مع احد الشركات الامريكيه في الرعايه، رغم ان نادي الزمالك محتاج فلوس، ولكن اثبت فعلا انه جمهور نادي الزمالك هو اللي رفض الاعلان بتاع الشركه الامريكيه اللي هي الكوكاكولا. منتخب الجزائر كذلك لغى الاتفاقيه بتاعت كوكاكولا. دي كلها خسائر تعود عليهم طبعا. تمام. المقاطعه طب يا دكتور، يعني خليني برضو اضع الراي الاخر اللي بعض المشاهدين بيقول لك بعض المشاهدين يقول لك طب الشركات دي دلوقتي شغال فيها يعني ناس مصريين وبيملكها او الاسهم بتاعتها ناس مصريين، ولكن بعض نسبه من الكلام ده بتروح للشركات الداعمه للكيان الاحتلال. نرد عليهم نقول لهم ايه؟ والله دي شركات هي اللي بتصرف على المقرات وبتصرف على الكلام ده كله، ولكن دعمها المستمر لكيان مستبد وكيان معتدي ده مرفوض طبعا. فحضرتك نتائج المقاطعه نتائج يعني شركه عالميه اسمها ستاربكس تغلق فروعها. شركه بوما الالمانيه طبعا عملت مقاطعه مع اسرائيل علشان خاطر الخسائر اللي خسرتها. تخيل حتى شركه ماكدونالدز برضه كله تمام. حتى تجار الحشيش في المغرب اتخذوا موقف ومرضوش يوردوا حشيش. عملوا مقاطعه معاهم لاسرائيل، عملوا مقاطعه. ما هو ده اللي يملكوه. تمام.
ولكن احنا عندنا يعني ادوات واليات كبيره جدا ممكن نقدر نأثر بها، نستطيع التأثير على الجانب الإسرائيلي وإنصاف إخواتنا في فلسطين. طيب ايه رسالة حضرتك للمتضامنين مع القضية الفلسطينية والوضع الإنساني الصعب اللي هم بيعيشوه ده؟ والله طبعا يعني أنا في غاية التأثر، وأنا كاتب الكثير عن هذه القضية، ليس يعني مجالها الآن. أنا كاتب قلبي حزين عليك يا فلسطين، وفي القلب غزة عليك يا غزة. وأنا من النوع طبعا اللي هو لا يستطيع أن يرى منازل الأطفال والنساء والقتل والإرهاب. دي بصراحة يعني ضمير العالم الآن في أزمة، لأنه يعني الإنسانية مش كده. القضية الفلسطينية لها عشرات السنين لم تحل، الشعب الفلسطيني مظلوم ومهضوم حقه. فنتمنى وقفة حقيقية من كافة الشعوب وليس من الشعب المصري فقط. طب يا دكتور، يعني قبل ما نختم عايزين نسمع قصيدة من حضرتك كده نختم بيها، وأتمنى إن هي تكون الشعر ما يأكلش عيش، إذا أتيح ليك، إذا لم يتاح ما تختاره. هو يعني أنا كاتب قصيدة من 3 صفحات، هو الشعر ما يأكلش عيش، والكلمة صبحت ما تسويش، اعلموا غرقان في التفاهة على فن راقي ما تلاقيش، الشعر ما يأكلش عيش. ولكن ممكن نقول حاجات كتير يعني لو انت حابب تسمع. مقطوعة نختم بيها. مقطوعة نختم بيها. أزمة حياتي حالة صعبة ومستمرة، بموت في يومي يجي 100,000 مرة، مقفول عليا سجن بين 4 حيطان، دنيا غابة وناس ديابة وعيشة مرة، كل يوم انتظر أمل جديد، وأقول هتفرج وأحلم الحلم السعيد، وأحلم بإيد تتمدلي وفوقها إيد، ألاقي نفسي فجأة في إيد حديد، وهلم جرة هلم جرة هلم جرة. قد ايه استمتعت بالحلقه القيمه دي يا دكتور، والحمد لله يعني تناولنا كل النقاط اللي كنا عايزين نتكلم فيها. انا كنت اتمنى يعني ان احنا نتكلم اكتر عن رحله روسيا وعن الشعب الروسي، لانه الشعب الروسي رساله اخيره ترسلها للشعب الروسي عشان ننزلوا علينا التتر. الشعب الروسي طبعا يعني أنا كمان رئيس اتحاد أولياء أمور الطلبة المصريين في جامعة بنزا ابن سيادتك في روسيا، الدكتور عبد الرحمن طبعا، وغنى قدام قيصر روسيا طبعا الدكتور عبد الرحمن بنحييه من هذا المكان، وبنحيي كل الشعب الروسي، وشكرا وكل عام وأنتم بخير. وأنا بتقدم لسيادتك وللزميلات الجمال اللي معانا بجزيل الشكر. شكرا بنجدد ترحيبنا نورتنا بجد النهارده. نشكر السادة المشاهدين على متابعة الحلقة. وفي الختام عايز أقدم التهنئة لمعالي الدكتورة بسمة سعيد دسوق بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه من قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الزقازيق، والتهنئة أيضا لكابتن مهند مدحت سعيد بمناسبة حصوله على الحزام الأسود في رياضة الزقازيق، هو ابن زميلتنا العزيزة سارة محمد عبد الحميد. وإن شاء الله انتظروا مفاجأة في الحلقة القادمة من برنامجكم تأملات إنسانية الموسم 11 ضربة حظ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.